السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أجي نقولك. السلسلة اللي كنهضروا فيها على مواضيع قريبة من يوميات الطلبة والتلاميذ والأساتذة، وكنشاركوا فيها التجارب نصائح والصراحة. هاد الحلقة هي جزء من سلسلة الجامعة المغربية، وبغيت نعرفكم على وحدة من الناس اللي عشقوا اللغة الإسبانية وداروا منها مسار مهني وتعليمي زوين بزاف. معايا اليوم أستاذة هدى، أستاذة ديال اللغة الإسبانية معنا في منصة ميتيلونغ، وقبل من هذا الشيء كانت طالبة في شعبة الدراسات الإسبانية في الجامعة المغربية دار المهرز بفاس، وتعمقت أكثر في المجال من خلال التكوين في معهد سيرفانتيس في فاس. وغادي نهضروا معاها على كيفاش بدات قصتها مع الإسبانية والفرق بين الدراسة في الجامعة والمعهد، وتجربتها كطالبة في التعليم العالي المغربي، ورأيها في شعبة الدراسات الإسبانية واش تستاهل يختارها التلاميذ الجدد. وغادي تعطي حتى نصائح عملية لكل واحد بغى يبدا يتعلم هذه اللغة الجميلة، سواء في الإطار الأكاديمي أو بشكل ذاتي. مرحبا بك معنا أستاذة هدى، وكنتمنى هذه الحلقة تنال الإعجاب ديال المستمعين. بعدا كنبغي نشكرك نجوى على هاد الدعوة الطيبة اللي خليتي لنا الفرصة أننا نتلاقى ونتحدثوا على هاد اللغة الجميلة اللي عشقتها وعشقوها بزاف د الناس بحالي. مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اوكي، نبداو بالسؤال الاول. اولا مرحبا بعدا بك مره واحده اخرى، وبغينا نعرفوك اكثر استاذه هدى. واش تقدري تعرفينا على راسك للمستمعين؟ شكون هي هدى من الزاويه المهنيه؟ الله يبارك فيك. سميتي هدى البقالي، أستاذة وأستاذة معكم على منصة ميتيلونغ، و طالبة سابقة في جامعة ظهر مهراز شعبة اللغة الإسبانية. مرحبا. كيفاش الله يبارك بدات علاقتك باللغه الاسبانيه؟ وشنو هو الشيء اللي خلاك انك تختاري هذو اللغات الاخرى؟ صراحة ما اختاريتهاش، هي اللي اختارتني، ماشي الاختيار ديالي، كان الاختيار ديال الوالد ديالي. هو اللي اقترح عليا انني نقراها. انا كان عندي توجه اخر وتخصص اخر، هو اقترح عليا قال لي علاش لي ما تقرايش هذه اللغه. يعني ما عندنا حتى شي العائله تقراها، وهذا علاش ما تكتشفيهاش انت وتكوني هي الجديده في العائله. هي تكوني سباقه لهذا الميدان هذا. وصافي ورحبت بالفكره. كل ما هو جديد جميل، صافي رحبت بالفكرة. ومن هنا بدات القصة ديالي، أنني مشيت سجلت في الشعبة ديال الآداب تخصص إسبانيا. اذا اول مره غادي تقراي اللغه الاسبانيه في الجامعه، ما قريتيهاش يعني من قبل؟ لا، قريتها في الليسي. اذا قريتيها في الليسي، يعني كانت عندك واحد لا باز. أي الفكرة كانت جات من الليسي وانتقلت للجامعة وإلى ما بعد ذلك. تبارك الله. الله يبارك فيك. بالنسبة درستي الإسبانية في الجامعة المغربية، ومن بعد درتي تكوين في معهد سيرفانتيس. شنو الفرق بين التكوين الأكاديمي في الجامعة والتكوين في المعهد من حيث المنهجية وطريقة التدريس؟ حيت حنا ديجا عارفين راه القراية في الجامعة لا علاقة بحال داكشي ديال الصون. تماما. أنا النهار اللي مشيت للجامعة جاني المستوى بعيد بزاف على داكشي اللي كنا كنقراو في الثانويه. يعني في الثانويه كانوا كيلقنوك المبادئ ديال اللغه، شويه ديال الغرامير مع شويه ديال الفوكابيلير. المهم كانوا كيعطيوك داكشي البازيك، في حين انني النهار اللي مشيت للجامعه تعقدت ولا ما عرفتش، جاني واحد الاحساس خايب انني في نهار دخلت اول مره للقسم كنلقى بحال راني في اسبانيا ماشي في المغرب. فبالتالي كان المستوى ديالي بعيد بزاف على داكشي اللي كيتقرا في الجامعه. ومن هنا جات الفكره انني نقرا في المعهد الاسباني. شنو الفرق بيناتهم؟ المعهد الاسباني كيلقنك اللغه، يعني كتعلمي كتاخدي المبادئ ديالها، في حين ان الجامعه كتقراي الاداب، يعني خصك تمشي واجده كتقراي الاداب، كتقراي التاريخ ديال اسبانيا. تماما كتقراي التاريخ، كتقراي بزاف ديال الحاجات اللي بعادين كل بعد على التعلم ديال اللغه. ومن هنا جات الفكره ديال المعهد الاسباني.
إمم. اللي تلاقيت فيه أساتذة حتى هما أكفاء وأغلبهم ما كانوش عرب. مزيان هاد القضية هادي، يعني خلاتك أنك تأميليوري لا لونغ ديالك. تماما تماما يعني، وكان تا داك التعليم ديالهم متنوع يعني، كنتي ماشي تقدري بطريقة تقليدية. فعلا فعلا. داكشي اللي هذا هو الفرق والله. مزيان. هضري لينا على تجربتك الشخصية في الدراسة الجامعية، كيفاش كانت سنواتك في الكلية، شنو تعلمتي وشنو هما التحديات اللي واجهتيها كطالبة شعبة الدراسات الإسبانية؟ وكما قلت لك التحدي الأول هو أن المستوى كان بعيد بزاف على المستوى ديال الثانوي، فبالتالي كان خصني نجتهد بزاف. وزعما من بين العوامات اللي كانوا صعابين في حياتي كاملة هو داك العام الأول في الجامعة. يعني كتبقى تطرح على راسك بزاف ديال التساؤلات، واش غننجح، واش ما غننجحش، واش غنكمل ولا ما غنكملش، صح، واش هالتخصص اللي اختاريت واش صح مناسب لي ولا لا؟ اييه يعني واش المسار ديالي اللي غادي فيه هو هذاك، ولا راني غلطت في شي حاجة، واش شي حاجة خصها تقاد ماشي هي هذيك. وبالتالي كان هذا هو أصعب عام. من بعد ما كتولفي بالمستوى الجديد وما كتقاتلي هاد الامور كتمشي مزيان. كتمشي مزيان بالمساعده ديال الاصدقاء وديال الزملاء ديالك، الامور كتمشي مزيان. صح، دائما العام الأول كيكون كتجربة واكتشاف، حيت كيف ما ذكرناها في الحلقة السابقة أن الجامعة المغربية ماشي هي الثانوي، يعني راه مختلف تماما. الثانوية كيكون عندك أساسيد كيراقبوك، امتحانات، يعني كل واحد شهر على شهرين كدوز مثلا واحد الامتحان، الأستاذ كيتابع معاك التمارين. أما في الجامعة راك انت حر. انت حر بيان سور، يعني كتكون واحد الحرية مطلقة اللي بعض المرات كنستغلوها، يعني ماشي إيجابيا، سلبيا، وكتخرج علينا ديك الحرية اللي كتكون عندنا في الجامعة. تماما يعني بغيتي تجي اجي، حتى شي واحد مسوق ليك انت تختار بصح. وحتى الطريقه ديال التدريس مختلفه، الاستاذ ما كيعرفكش راه عنده 500 طالب ولا 1000 طالب، تماما راه غادي يعقل عليك، خصك انت تجي وتحضر ودير المكانه ديالك وتتعرف على الاساسيد وتقرا وتحضر، يعني خصك تشق الطريق ديالك، هادشي اللي كاين بمجهودك الخاص بيان سور. والتعلم الذاتي، والتعلم الذاتي عنده واحد الجزء كبير في هذا، نقدر نقول لك حتى 80%. 80% فوالا، هادشي انا اللي كنت قلت في الحلقه السابقه، 80% كديروا بوحدك، و30% ولا 20% كيعطيها لك الاستاذ فقط. تمام. يعني حنايا العام اللي فات انا كاول سنه عندي انا في الجامعه، قال لنا الاستاذ انا راه كنعطيكم، يعني كنعطيكم 30% عفوا، و70% سيروا نتوما بحثوا عليها. وهادشي هو يعني الجامعه اللي بزاف كيتخلعوا في الاول وما كيعجبهمش الحال، وفي التدريسات اللي كينسحبوا، كيقول لك لا الجامعه ما عطاتنيش، راه بالعكس انت والله العظيم انت اللي خصك تعطي للجامعه فعلا. صح. دونك ندوزو للسؤال الموالي، كتنصحي التلاميذ اللي مازالين كيختاروا التخصص ديالهم باش يدخلوا لشعبة الدراسات الإسبانية وعلاش؟ كما قلت قبيله لكل مجتهد نصيب. أكيد. يعني إلا كانت عنده واحد النظرة خاصة، واحد الطريق هو راسمه، شنو أنا غندير بها، شنو علاش أنا غنطمح، شنو غادي ندير بهاد اللغة، يعني راه غادي ينجح. يعني خصو يكون راسم طريقه. أما إلا اختارها بعشوائية فأكيد وبدون هدف فأكيد ما غادي يمشي حتى شي طريق، ما غادي يوصل، غادي يضيع سنوات ويلقى راسو عاوتاني صفر. فعلا يعني خصو تكون عنده واحد النظرة ويكون راسم واحد الطريق وأكيد غادي يوصل ليه. هادشي اللي كاين. علاش يختار اللغة الإسبانية؟ واش فيها آفاق، فيها يعني واش مزيانة، كاينة في المغرب، مطلوبة؟ بالنسبة للغة الإسبانية هي راه من اللغات الأولى في العالم، يعني لغة جميلة، يعني كتستحق أنك تعطيها من وقتك وتعلمها. من ناحية الآفاق هنا في المغرب، فالآفاق ديالها شوية محدودين،
مثلا ما تقدرش، مهم حاليا على الظروف اللي كاينه الان، يعني ما تقدرش تمشي لناس، ما تقدرش دير سي بي ار حيت ما كيتفتحوش. يعني تقدر تتجه للترجمه، تقدر تتجه للسياحه، في مجال السياحه تقدر دير شي معهد ديال الصحافه، ولا الا كنتي كتفكر في الهجره ولا هذا فاكيد غادي يكون الاختيار ديالك صائب. موفق صح. كاين هاد القضيه هادي، وانه ديجا اسبانيا راها جيراننا. وبحكم القرب الجغرافي. الجغرافي هادشي اللي كاين. الافاق ديالهم كيف قلتي هنايا في المغرب شي شويه محدوده. للعلم يعني التلاميذ اللي ما عارفينش ان لي كونكور مشدودين تقريبا من 2011. كان اخر كونكور، اخر دفعه هي 2011 للاسف. وكنتمناو ان السنوات الجايه تحل الكونكور ديال اللغه الالمانيه واللغه الاسبانيه ايضا. علاش لا؟ هادشي اللي كاين. لغه جميله هي لغه جميله، يعني لا اللغه الالمانيه ولا اللغه الاسبانيه دابا عندهم يعني مستقبل ومطلوبين. يعني كنتمناو انهم يتحلوا لي كونكور في وجه الطلبه والطالبات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ندوزو للمحور الثالث ولا السؤال التالي. بالنسبه لك شنو هي الامور المميزه في الثقافه الاسبانيه اللي كتخلي الناس ينجذبوا ليها بسرعه؟ من بين الأمور المميزة في الثقافة الإسبانية هي قربها من الثقافة المغربية ديالنا. فمثلا الحضور العربي والإسلامي في إسبانيا طوال 8 ديال القرون راه خلى واحد التأثير كبير، وخاصة في اللغة الإسبانية. يعني فاش كتجي تقرا الإسبانية كتلقى واحد الكلمات من أصل عربي. مثلا عندنا 4000 كلمة عربية في اللغة الإسبانية، كتقدر تلقى غير فاش كتكون كتقرا، تلقى اسيتي، اسيتونه، السكر. يعني كتلقاها قريبة منا، وهي ثقافة غنية وجميلة ومتنوعة. يعني اللي كتخليك انك تبحث فيها وتدرس فيها بمجالاتها المتنوعة، يا في الموسيقى، يا في الفن، يا في المطبخ، يا أي مجال. بصح هي لغة جميلة بحكم أنني نديجا قريتها واحد السنة تاسع. صراحة كانت لغة جميلة بزاف، يعني عندها واحد النغمة، واحد الريتم ديالها زوين. نعم تستاهل صراحة، زوينة وتستاهل التجربة. أنا يعني عجبتني اللغة، ولكن من بعد شقيت طريقي في لغة أخرى اللي هي اللغة الألمانية. حتى هي مزيانة، هادشي اللي كاين، حتى هي ليها طلب. ندوزو للسؤال التالي. واش كاين شي عنصر ثقافي اسباني بحال الموسيقى، السينما، الطبخ ساعدك باش تطوري لغتك بشكل كبير؟ صراحة اللي ساعدني بزاف هي الموسيقى. انا كيعجبني نسمع الاغاني، وكنت كنسمع الاغاني بزاف باللغه الاسبانيه، وكنت كنقلب على الكلمات والمعنى ديالهم. وهذا الشيء اللي خلاني نغني المعجم ديالي ديال الاسبانيه. يعني كل مره كنسمع شي كلمه كنمشي نقلب عليها شنو هي، شنو كتعني، بالاضافه للافلام. حتى الافلام ديال الاسبانيه وديال امريكا اللاتينيه وهذا كيخليك تاخذ بزاف ديال المعلومات على الثقافه الاسبانيه، وبزاف ديال الكلمات وبزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي تقدر تعبر بهم، اللي يقدروا يعاونوك في الممارسه ديال الاسبانيه في الحياه اليوميه. مزيان. وشحال كتساهم الثقافة في تعلم اللغة؟ واش كتآمني أن تعلم اللغة بدون معرفة الثقافة ناقص شي شوية؟ طبعا يعني الثقافة كتساهم بطريقة مباشرة في تعلم اللغة. مثلا احنا تعلمنا اللغة وحنا ما كنعرفوا حتى شي حاجه على الثقافه ديال ديك البلاد. منين جات ديك اللغه، شنو فاش غنستخدموها، فاش غادي هذا. في حين الا كنا كنقراو على الثقافه ديال ديك البلاد، وكان في نفس الوقت كنقراو اللغه، فاكيد انها كتساعدنا بزاف على اننا نفهموا ونعرفوا ونكتسبوا معلومات جداد. فعلا يعني الثقافة هي شيء مهم باش تطور المهارات ديالك اللغوية.
نعم. بالنسبة دابا أنتِ خدامة معنا كأستاذة للغة الإسبانية في وهذا منصة شرف ليا. ملتي بالعكس حنا عندنا شرف كبير أن يكون عندنا أستاذة بحالك ربي أستاذة هدى. يخليك. كيفاش كتقيمي التجربة ديالك مع التلاميذ في هذه المنصة؟ واش كاين شي فرق زعما في طريقة التعامل بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ مع أنا حنايا للعلم منصة ملتي هي منصة لتعلم اللغات عن بعد فقط. الصراحة الله زعما من خلال التجربة ديالي أنا ما لقيت حتى شي صعوبة، بالعكس عجبني الحال. يعني ما كتحتاجش ديبلاصة ولا تمشي وعاد تجي ولا هذا، بالعكس هانسة من الدار ديالك كتقدر تواصل مع التلاميذ. بالنسبة مزيانة حتى للتلاميذ اللي ما يقدروش يتنقلوا ولا مثلا تماما، السونتر بعيد عليهم الطاكسيات، يعني يعني كتسهل عليك كتسهل كتسهل بزاف. عليك الحاجة. وحتى التلاميذ زعما اللي تلاقيت معاهم حد الآن يعني ملتزمين وكيتعلموا بسرعة، يعني ما لقيتش معاهم مشكل. يعني إذا هنايا كنعرفوا أن الهدف ضروري في هذه الحياة، ضروري. حيت اللي عنده هدف راه كيقرا وكيلتزم. أكيد. وكي جاتك منصة ميتيلون أه، بصراحة يعني ماشي مشكل. لا هي منصة زعما زوينة وفي المستوى، شكرا بزاف. وزعما ربي يخليك، زعما هادي ماشي مجاملة، ولكن أنا كنحكم على شنو شفت. هو كنتمنى لها التوفيق وزعما من نجاح لنجاح إن شاء الله يا إن شاء ربي. الله. شكرا بزاف ربي أستاذة على يخليك. الكلمات ديالك على حظك. شكرا على لفتك. بالنسبة شنو هي أكثر الصعوبات اللي كيواجهوها التلاميذ المغاربة ملي كيبداو يتعلموا الإسبانية، وكيفاش كتحاولي تسهلي عليهم الطريق؟ هذا سؤال واجه. العقبة الأولى أنه يقدر يكونوا غير بوحدو في داك العائلة ولا في داك الدار اللي عارف داك اللغة. يعني نهار غيحصل في شي حاجة ولا نهار هذا ما غيلقاش شكون يراجع معاه، ما غيلقاش شنو يوريه مع من يهضر، حيت المحادثة يعني شي حاجة مهمة في اللغة. ما غيلقاش مع من يبراتيكي. يعني هذا راه واحد التحدي كبير. يعني خصك تكون عصامي وتشق طريقك بوحديتك. صح. يعني كلغة كيف قلتي يعني مع من تبراتيكيها شي شوية صعيب، ولكن دابا كاينين دي زابليكاسيون اللي سهلوا هاد القضية ديال التواصل. والله العظيم عام على عام كتطور يعني صراحة التكنولوجيا سهلت علينا بزاف ديال الحوايج في حياتنا. هذه كتبين أهمية أن الواحد يكون عارف شنو كيدير وأنه يشق طريقه لراسو ويكون منفتح، يكون منفتح على العالم. هذه يعني حاجة مهمة، يكون عنده دي كومبيتونس ويتعلم، حيت القراية بوحديتها والدبلوم ما كافيش. يعني ملي كتجي لسوق الشغل ها هو الدبلوم، شنو عندك اخر ما تقدم ليه؟ عندك اللغه الاسبانيه ايه مزيان، ولكن شنو كتعرف اخر؟ واحد الاستاذ الله يذكره بخير هاد العام قالها لنا وعمري صراحه ننسى هاد الهضره ديالو: نتوما كتقراو اللغه الالمانيه ولا اللغه الاسبانيه ولا اي لغه ومشيتوا للبلد الام ديالهم فين كيهضروا بديك اللغه، عطيتيهم الدبلوم. انا كنقرا اللغه ايوا راه 80 مليون كيعرفوا اللغه الالمانيه، انت شنو غادي تعطيني؟ شنو غادي تزيدني انا في الشركه ديالي ولا في الخدمه ديالي؟ عاوتاني حاجه مهمه، اللغات مهمين، كيفتحوا لك واحد المجال كبير وكاين فيهم مستقبل، يعني في جميع اللغات، منها حتى اللغه الانجليزيه ما نساوش الاهميه ديالها رقم واحد اللي هي انترناسيونال. ولكن كل ما كانت عندك لغه زايده، كل ما كان عندك كومبيتونس ولا مهاره جديده، غادي يكون عندك حظوظ اكثر وقيمه مضافه بيان سور. دابا غادي ندوزو لاخر محور. الصراحه مخيتش بك اول حاجه، مازال نتلاقاو نديرو لقاءات ان شاء الله باذن الله. ندوزو دابا للمحور الخامس والتالي اللي غادي نهضروا عليه النصائح وتوجيهات. شنو هي النصائح اللي ممكن تعطيها لاي واحد بغى يبدا يتعلم الاسبانيه من الصفر؟ يعني النصيحة ديالي هي الاستمرارية. يعني ما يكونش راني غنتعلم هاد اللغة 5 أيام. خصو يكون يعني هدف قابل للتحقيق. الاستمرارية والصبر، ما سار على الدرب وصل، ويتعلم شوية بشوية، خطوة بخطوة. إن شاء الله زعما في واحد السنة ولا واحد الوقت اللي ماشي قصير طبعا غادي يكون كيتقنها، وغادي مع الاستمراريه، ماشي يقرا سيمانه ويغبر شهر.
تعال مع الاستمرارية يعني. لا ديسيبلين كثر من لا موتيفاسيون. هادشي اللي كاين. هذا هو النصيحة ديالي، أن الواحد ما يعياش ويصبر، وإن شاء الله غادي يوصل للنتيجة اللي بغاه هو. ان شاء الله باذن الله. قبل ما ندوزو للسؤال التالي بغيت نسولك على المستويات ديال اللغه الاسبانيه. مع ذكرتي لنا يعني عام يكون كيعرف شويه اللغه الاسبانيه ويهضر بها، هضري لنا شي شويه على المستويات اللي كاينين في اللغه، وشحال المده ديال مثلا الواحد مثلا بيان حنا كنهضروا على تلميذ ولا طالب ملتزم كل نهار كيقرا، كل نهار عنده واحد السوايع محددين انه خصو يقرا هاد اللغه ويبراتيكيها. إلا كانت الاستمرارية والتعلم في واحد العام غادي يكون كيهضر بها مزيان، غادي يكون كيقراها وكيكتبها وكيهضر بها شوية، وعام آخر غيكون كيتقنها وغيكون كيقرا كتوبة وغيكون كيبدع بها. يعني الاستمرارية. وبالنسبة للمستويات اللي كاينين في إسبانيا كاين الA 1 الA 1 والA 2 والA 2 يعني مستوى مقسم على جوج، مقسم على 4. يعني عندنا A مقسم على 4، وB هي المتوسط مقسمة هي على 4، وC اللي هي المتقدم ولا الأفونسي يعني حتى هي مقسمة على 4. وكل مستوى من ديك المستويات عندنا فيه 3 شهور يعني. يعني المهم كاين واحد المدة لا بأس بها، ولكن تقدر تقراهم قبل هادشي كامل، زعما تقدر تنقص المدة فيهم، تقدر تقراهم في مدة أقل. نعم. واش كاينين طرق خاصة كنتي كتستعمليها شخصيا باش تحسني المستوى ديالك تقدري تنصحي بهم التلاميذ والطلبة، بحال كتب، بودكاست، فيديوهات، تطبيقات؟ هنا للعلم كنتي قلتي لنا قبل انك كنت كتسمعي الموسيقى والافلام، يعني الافلام والموسيقى كان عندهم واحد الدور كبير انك اميليوريتي لا لونغ ديالك. وكاين يعني شي حاجه واحده اخرى اضافه انني كنت كنقلب على متحدثين بالاسبانيه وكنت كنحاول نبراتيكي معاهم، خصوصا الاسبان، اللاتينوس، يعني كاينين الفوروم ديالهم كتبقاو تناقشوا كتبقاو تهضروا، وزعما مع الممارسه ومع النهار على فرص راسك كتولي عادي، يعني كتولي منهم كتولي تقنع بحالهم. يعني هذا راه عنده تأثير مباشر في انك تحسن المستوى ديالك. مزيان. وبالنسبه للمراجع يعني كاينين كتب كيتباعوا هنايا في المغرب ولا في فاس؟ كما حنايا دابا في فاس، يعني ما كانش عندك واحد الصعوبه انك تلقاي كتاب باش تقراي اللغه الاسبانيه؟ في الاول كانت عندي قبل ما نمشي للمركز الاسباني كانت عندي مشكل، حيت بزاف ديال الناس ما عندهمش إلمام بالإسبانية ولا هذا، يعني كتمشي للمكتبة تقدر تلقى شي كتاب ولا جوج اللي تقدر تستافد منه، تقدر ما تستافدش. من بعد وليت كنمشي للمكتبة ديال سيرفانتيس فيها هذيك لقيت فيها زعما كنت كنقلب عليه كامل، يعني حلات لي المشاكل. يعني كنصح ان الناس اللي مهتمين باش يقراو اللغة يتسجلوا في المكتبة ويبقاو يستافدوا من الخدمات ديالها، يعني تاخدي شرائط، تاخدي ديكسيونير، تاخد الكتوبة ديال الجراماتيكا، تاخدي الروايات، يعني تقدر تاخد شنو ما بغيت جميع المجالات. مزيان. يعني مزيان ان هذه الفرصه كاينه للتلاميذ ولا الطلبه اللي باغيين يتعلموا اللغه الاسبانيه. الا بغى شي واحد يتسجل مع هذا المعهد باش يدير يعني هذه البطاقه ويبقى ياخذ كتب، واش ضروري كيخلص زعما؟ وين كاين واحد المبلغ بسيط باش انك تستافد من الخدمات، ماشي شي حاجه كبيره، يعني في متناول الطلبه، وهذه يعني ماشي شي حاجه كبيره. مزيان. واخيرا شنو هي الكلمه الاخيره اللي تبغي توجهيها لتلاميذ البكالوريا اللي مازالين حايرين في اختيار المسار ديالهم؟ بعدا كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ما بقى لهم والو ويدوزوا النجاح ان شاء الله يا ربي.
نعم، يعني اللي مازالين حيرين في اختيار المسار ديالهم، واش تنصحيهم بعدا بالجامعة المغربية وبشعبة الدراسات الإسبانية بالخصوص؟ اولا كنتمنى لهم التوفيق، إن شاء الله. والنصيحه اللي غادي ننصحهم انهم يتبعوا الميولات ديالهم، داكشي اللي هما باغيين. يعني كاين اللي كيلقى راسو في شي حاجه، كنقول له زعما الا كنتي كتلقى راسك في واحد التخصص دون غيره، ما يسمع حتى شي واحد، لا عائلة لا صاحبي دار هاد التخصص نتبعو، حيتاش كتكون كتبغي شي حاجه كتعطي فيها. يعني ما يديرش حتى شي واحد ويقرا داكشي اللي هو باغي، فاكيد غادي يبدع فيه وغادي يعطي فيه. زعما بالنسبه لي واش ننصح الجامعة المغربية عامة والإسبانية خاصة. الجامعة المغربية زعما عندها واحد الصيت جميل بزاف، بالكفاءة الأساتذة ديالها خصوصا جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالخصوص. نعم، عندها واحد الصيت زوين، والطلبة ديالها يعني إلا حطيتيهم مع الطلبة ديال شي مدينة وحدة أخرى فأكيد غادي يكون التفوق الجامعة سيدي محمد بن عبد الله هذه زعما بالتجربة. نعم، يعني داخل المغرب وخارج المغرب. نعم، كيكونوا خداو واحد الدراسة أكاديمية معمقة زوينة بزاف، يعني اللي كتخلي عندهم واحد المستوى زوين وعالي. نعم. زعما حنايا من هاد المنبر يعني كنشكروا جميع الاساتذه الجامعيين ديال الاساتذه ديال سيدي محمد بن عبد الله عموما. فريمون يعني الصراحه اساتذه ذو كفاءه عاليه وكل شيء كيعترف بهذه القضيه هذه، ولينا الشرف اننا حنا قرينا في هذه الجامعه هذه، كنا محظوظين اننا نعم. داك التعليم العالي ديالنا من عند هاد الاساتذه بالذات. نعم، وانا زعما كنشكر حتى الاساتذه ديال اللغه الالمانيه، صراحه يعني مستوى عالي، زعما الله يجازيهم بخير وشكرا لهم. وبالنسبه لاسبانيا الى لقاو راسهم فيها، علاش لا فاكيد غادي يمشيو فيها بعيد وغيعطيو فيها ويقدروا يعطيونا شي جيل جديد ديال الاساتذه. والله لا ان شاء الله. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. يبقاهم، وشكرا بزاف ليك. بالعكس، هذا كان غون بليزير لينا الشرف اننا نستضفك هذا النهار وهذه الحلقه كنتمنى انها تعجب المستمعين، ويعني تعاون المستمعين اللي باغي يكمل اللغه الاسبانيه واللي مازال حاير واش ندير هذه اللغه واش ندير حاجه واحده اخرى. يعني نصيحه، يعني المستقبل ديالك بيديك انت ولا انتي، فما كاينش واحد غادي يتحكم فيك وغادي يقول لك لا دير هاد الشعبه، ولا نتايا غادي تتبع قلبك وتتبع الاختيار ديالك. واللي كيقول الجامعه المغربيه ما عطاتنيش، راه انت اللي ما عطيتيهاش. نعم. كيف قلنا راه 30% د المعلومات كيعطيها لك الاستاذ، 70% كتبقى كامله عليك باش انت توجد وتخدم على راسك. نعم، وكنتمنى التوفيق للجميع وخصوصا لي باشوليي اللي قرابين يدوزوا الامتحانات ديالهم. بالتوفيق للجميع، وكنشكرك مره واحده اخرى استاذه هدى على قبول الدعوه. ان شاء الله الله يلاقينا في ساعه الخير ان شاء الله. بالعكس صافي كان غون بليزير، مرحبا. وبالنسبه للتلاميذ اللي باغيين يقراو اللغه الاسبانيه، مرحبا بكم، يمكن لكم تواصلوا معنا على الخاص ولا على الانستغرام منشي لونغ. مرحبا بكم، avec un grand plaisir، وتشرفت بالمعرفه ديالك وشكرا على الاستماع ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله الحد الجاي.